هو الاهلي اول مره يتحط له حكام ضده؟ لا مش اول مره. امال ايه المشكله وليه في ازمه؟ اقول لك ليه. انت الاول كنت قوي اداريا، كبيانات وكاجتماعاتك الاداريه لما بتتعمل ويطلع بيان كانت قويه وليها صوت وليها هيبه. حاليا لا. الاول كنت قوي اعلاميا، اعلامك قوي ومؤثر على صاحب القرار في كلمه الحق. حاليا اعلامك مش موجود ويعتبر مهمش محليا وقاريا. الاول كنت قوي جماهيريا، جمهورك في الملعب بيهز الملعب وبيأثر على الخصم. كنت تنزل اول 5 دقايق دي احنا جايبين جون عافيه يعني عشان اللعيبه التانيه كانت بتخاف منك، وصوت الجمهور حرفيا هزهم جامد. دلوقتي فين الجمهور؟ وقفوهولك. قبل كده كان عندك اجهزه فنيه قويه ومستقر لمده سنين طويله، وكانت اجهزتك الفنيه في الملعب قادره تضيف لفرقتك فنيا ومدير كوره قوي اداريا كان عامل لك صوت وهيبه على خط الملعب. حرفيا كنت تقدر تاخد حقك، واجهزه فنيه بتقدر تطور لعيبتك صح وبتاثر على لعيبتك جوه الملعب، وكنت بتعوض اي خسائر واي هزايم. بالتالي كان عندك لعيبه جامده جوه الملعب، كان عندك لعيبه عندها روح وعندها قلب جوه الملعب وقادره تعوض لك ضربه جزاء ظلم، كارت احمر ظلم، حكم ظلمك، خسرت ماتش ظلم. ده احنا كنا بنطلع يا راجل في انيمبا وفي اسك ومش عارف ايه والماتشات دي، وكنا بنتفرم تحكيميا وترجع متعادل او كسبان 1-0 بالرغم من الظلم، عشان كان لعيبتك رجاله في الملعب، لعيبتك بتلعب بقلب وبروح وعندك اجهزه فنيه تقيله حرفيا. لكن دلوقتي اجهزه فنيه ضعيفه، مش مستقر، كل شويه جهاز فني، وبالتالي ده مأثر على لعيبتك. اللعيبه بتلعب من غير روح وببرود، يطرد منك لعيب تحس ان في كارثه، اتظلمت في ضربه جزاء احنا حاسين ان احنا خرجنا. قبل كده كان الموضوع ده عادي، بنرجع في مصر ندوس عليهم 2 3 4 عادي ما بيهمناش. ايه المشكله؟ دلوقتي انت خايف عشان انت بقيت عندك ضعف فني واداري واعلامي وجماهيري، وده جرأهم عليك، خلاهم بقى دي اسهل فرصه ليهم ان هم يقدروا يطلعوك من بطوله افريقيا. هم حاولوا كتير في ماتش بيبلو قبائل زمان لما طردوا لك بركات عوضت في مصر، لما ظلموك في ايد انرامو ماتش الترجي عوضت في مصر، لما ظلمك في ماتش النجم الساحلي وطرد لك بركات برضه هناك عوضت في مصر، بس كان العرجون اقوى وخرجنا، بس رجعنا وردنا عليهم عشان لعيبتك كانت رجاله. فدلوقتي ده اسهل فرصه بالنسبه لهم ان هم يقدروا عليك ويظلموك وعارفينك ضعيف ومش هتعرف ترد، ضعيف اداريا وفنيا زي ما قلت جماهيريا واعلاميا، وفي الملعب مقدور عليك، ما فيش عندك الهيبه وما فيش عندك القوه اللي جوه الملعب زي زمان. فدي الخلاصه بتاعه الوضع اللي احنا فيه دلوقتي. لازم ترجع اقوى اعلاميا واداريا وفنيا باجهزتك الاداريه، ده هيعود على اللعيبه وجماهيريا ده قبل اي حاجه. نتمنى الوضع يتحسن في الاهلي ككل من كل المشاكل دي، وان شاء الله يوم السبت في ماتش الترجي نقدر نعوض. يعني اللعيبه احنا عايزين روح، عايزين لعيبه رجاله جوه الملعب، مش عايزين حاجه تاني. هم شايلين لك ان انت خدت منهم 3 بطولات قبل كده في عهد متسبي، خدت من كايزر تشيفز جنوب افريقي، خدت من الوداد المغربي في المغرب، خدت من الترجي اخر بطوله بتاع تونس لما كسبته هنا بقى في القاهره. فانت واخد بطولات من عينيهم، عشان كده مش هيسيبوك. نبقى رجاله يوم السبت ان شاء الله ونعوض اللي فات ده كله ونكسب باذن الله. سلام.